لو أنت من الناس اللي بتستنى رمضان يخلص علشان تبدأ تشوف مسلسلات، فالفيديو ده دليلك المختصر لأفضل مسلسلات اتعرضت في رمضان. طبعًا ما فيش حاجة ينفع تتحط في مقدمة القايمة دي غير لام شمسية، بفارق كبير عن أي حاجة اتعرضت خلال الشهر، مش عشان بس هو بيناقش قضية مهمة، وإنما كمان علشان هو حدوتة متكاملة، فيها دراما حلوة وشخصيات سهل تتعلق بيهم، وإخراج بيحافظ على جو مشدود وموتر لآخر لحظة. وأنت بتشوف لام شمسية بقى هتحتاج حاجة خفيفة وكوميدية علشان تعادل جرعة الجدية والرعب اللي بيتقدموا فيه، وهنا ييجي دور يا إما النُص يا إما أشغال شقة جدًا. الاتنين تجارب كوميدية مميزة وخفيفة، طبعًا كل واحد عنده اتجاهه الخاص في الكوميديا، غالبًا هتحتاج تصبر على النُص شوية لإنه أحداثه مش بتتحرك في الأول، لكن لو كمّلت معاه فهيكافئك جدًا. أمّا بقى لو حابب تشوف حاجة غريبة وخفيفة ومختلفة، فيبقى أكيد لازم تتجه لمسلسل إخواتي، بالكيميا العالية بين أبطاله اللي بيعتمد عليها في خلق مواقف ما يتزهقش منها. لكن تحذير، اوعى تشوف ظلم المصطبة مع لام شمسية، هو تجربة درامية جميلة وكل حاجة، لكن جرعة النكد المميزة للاتنين ممكن تقضي على أي حد. لكن لو في مسلسل هارشحه لكل الأذواق هيبقى أكيد قلبي ومفتاحه، بتجربته الرايقة والخفيفة، مسلسل رومانتك كوميدي زي ما بيقول الكتاب، وبس اتبسطوا.